زيت يغلي ونار مستعرة، أمر يستدعي اتخاذ الاحتياطات الكافية لتجنب أي خطأ قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. لكن الحال ليس كذلك مع مظفر خان الذي أظهر خلاف المألوف قوة تحمل كبيرة للزيت المغلي، ولله في خلقه شؤون. مظفر خان تمكنه من بضع آيات وأدعية، ويقوم ببعض التمارين الروحية قبل أن يغمس يده في الزيت المغلي المخصص لقلي السمك. نعم، يدخل يده في الزيت المغلي ويخرجها وكأن شيئا لم يحصل. ويزداد الأمر غرابة حينما يتحدى الناس باستخراج السمك من المقلاة بعد نضجه، وينجح في ذلك، وتتملكه نشوة النصر كما تتملك بعض العاملين في المطعم. مظفر خان يعتبر ما يجري له كرامة نابعة من يقينه في قدرة الله على عدم إيذائه، ويقول إن الزيت المغلي بالنسبة له كمثل الثلج بالنسبة لنا. لا تهمني حرارة الزيت، فهو بالنسبة لي ليس زيتا مغليا بل ماء بارد أو كالثلج، وأشعر حينما أضع يدي فيه بالبرودة، ويمكنني أن أتحمل درجة حرارة تصل إلى 4000 مئوية. الزبائن انجذبوا لمطعم إمرجنسي، والذي يعني اسمه الطوارئ، لمشاهدة مظفر خان. الدهشة تتملك الجميع والتفسيرات متباينة، ما اضطرنا لنقل الأمر إلى الأطباء. الناس الذين يقومون بهذه الأعمال هم أناس يتمتعون بخاصية فريدة، وفي علم الجلديات توجد أمراض كثيرة، ومنها أمراض تفقدك الإحساس بالألم. القائمون على المطعم يأملون في أن تؤدي مهارات معلمهم لجذب عدد أكبر من الزبائن. العاملون في مطعم إمرجنسي يتحدثون عن كرامات كبير طهاة هذا المطعم المتواضع، وغيرهم يتحدث خلاف ذلك، وأيا يكن الأمر فإن هناك سرا ما زال يحير العقول. أحمد بركات، الجزيرة، شكدرة، وادي سوات.